ثلاث أشياء لا تخبر بها حتى أقرب الناس إليك: ذهبك وذهابك ومذهبك، كما قال الإمام ابن الجوزي. قد تسألون ما معنى هذه الكلمات؟ في البداية لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك، وهيا بنا نبدأ. أما معنى ذهبك فهو مالك وكل النعم التي أنعم الله بها عليك، فإن كنت غني المال حسدت وطمع بك، وإن كنت فقير المال شفق واستهان بك. ليس بعموم الكلام، وإنما هذا واقع نعيشه. قد تقول: وأين تفسير آية وأما بنعمة ربك فحدث؟ هذه الآية معناها ألا تنكر نعمة الله عليك، وأن تحمده على كل حال، وأن تظهر آثار نعمته عليك في اللبس والبيت والتوسعة على أهلك دون تبذير وتفاخر. وأما معنى ذهابك عزيزي المتابع فهي كل أمر تنوي عمله، سواء من وظيفة، خطوبة، مشروع، خطط مستقبلية. امسك لسانك، ستجد خططك تتحقق بشكل أسرع بإذن الله. سيدنا يعقوب قال لابنه يوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. كما في الآية الكريمة قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. خشي على ابنه أن يحسده إخوته، رغم أن الأمر كان مجرد حلم لم يتحقق بعد، قدر من الله لسيدنا يوسف. وأما معنى مذهبك فهي ما تسره في قريرة نفسك، كان تخبر الناس عن كرهك، أو تتكلم عن نفسك كثيرا، أو تجادل جاهلا يجعلك مثله، أو تنصح من لا يريد نصيحتك، أو تخبر الناس عن عيوبك ومخاوفك. فنحن نعيش في عالم رائع ولكنه غير مخلص ودقيق، وأحيانا من الأفضل أن تعقد لسانك وتبتسم فقط لمن تتحدث معه. وقبل الختام متابعين الكرام، التواصل مع الناس أمر جيد، ولكن له مزاياه وعيوبه. وللأسف هناك العديد من الشخصيات الماكرة التي تطعنك في ظهرك في أقرب فرصة ممكنة، والعقلاء لا يعطون الفرصة لأعدائهم، بل يستمرون في حياتهم في السر، ويتجنبون الأحاديث الجيدة مع الأشخاص الذين لا يعرفونهم ولا يثقون فيهم. يجب أن تعرف أيضا أن لسانك يمكن أن يكون عدوك. وآمل أخيرا أن تساعدك هذه النصائح على اتخاذ خطوة حازمة نحو النجاح. والآن أخبرنا، هل تبقي حياتك الخاصة في السر؟ وما هي الأشياء الأخرى التي ينبغي أن نحافظ عليها؟ شاركونا بأفكاركم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.